تصدرت خبيرة علم الفلك ليلى عبد اللطيف حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول انقطاع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف في العراق. وظهرت ليلى عبد اللطيف في مقطع الفيديو تتوقع حول حفل زفاف لمأتم في العراق قائلة: خبر صادم ينتشر في حفل زفاف، وهذا الخبر سيحول أجواء الزفاف إلى أجواء عزاء حفل زفاف في العراق. وخلال الساعات الماضية تحول حفل زفاف في العراق إلى مأساة بعد أن فقد أكثر من 100 شخص مصرعهم، وأصيب أكثر من 150 آخرين بسبب اندلاع حريق في قاعة أفراح في الحمدانية شمال شرقي محافظة نين والعراقية، وذلك بعد استخدام الشماريخ والتي أشعلت النيران في سقف القاعة لتنتشر النيران بشكل سريع في القاعة. توقعات ليلى عبد اللطيف: وفي اليوم التالي أوجع العريس والعروس القلوب بعد ظهورهما في مشهد قاس وهما يودعان إحبائهما وأصدقائهما، حيث ظهر عروسا الحمدانية يشيعان جنائز الضحايا، والظهر رئفان عريس الحمدانية وهو منهارا أمام تشييع التوابيت التي تحمل أجساد الضحايا المحترقة، فيما بدت على وجهه آثار الصدمة. أما العروس فظهرت في إحدى اللقطات وهي ترتكز على أحد الطوابيت وعلى وجهها ملامح الحزن الشديد، بعد أن تحولت ليلة العمر لأسوأ تاريخ في حياتها فقدت فيه الأهل والأحباء.